متدارين انتوا الاثنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية والناس منشغلة عنكم، ولكن بمجرد ما البطولة تخلص كل جماهير الكرة المصرية هتركز معاكم انتوا الاثنين، ولكن أنا عشان أكون صريح في واحد التركيز مش هيكون عليه قوي جدا، وهو المسؤول في نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك أصلا بيعاني من مشكلة كبيرة ومش مطالب منه إن هو يجيب صفقات حاليا غير بعد ما يحل مشكلة القيد، وأنا بتكلم عن عبد الرحمن إسماعيل اللي هنكمل الفيديو من غيره، ولكن أسامة هلال ده اللي هنكمل مع الفيديو، يلا بينا على طول. أسامة هلال مدير التعاقدات في النادي الأهلي، كلنا سمعنا بخبر تعيينه، ولكن هل أسامة هلال من ساعة ما اتعين عمل أي صفقة كبيرة؟ لسه ما عملش أي حاجة. طب أسامة هلال كان قدامه فترة إن هو يجهز لصفقات يناير، إحنا النهارده بنتكلم إن إحنا 8 يناير، هل النادي الأهلي قدر يتصرف في ديانج؟ هل النادي الأهلي قدر يجدد عقد ديانج؟ طب يشوف له عرض؟ لأ. طب أنت شفت عرض لجريديشار؟ لسه برضه. طب أشرف داري مش عارف تسوقه. طب جبت لعيبة، ما سمعناش إن النادي الأهلي مخلص مع لاعب غير بالعمري لاعب منتخب المغرب ولسه ما خلصش رسميا. طب فين المهاجم الافريقي او المهاجم الاوروبي اللي هيجي النادي الاهلي عشان يحل مشكله النادي الاهلي؟ لسه برضه ما فيش اي حاجه. وده يخلينا نروح لسؤال مهم جدا، ليه مركز مدير التعاقدات في النادي الاهلي من بعد رحيل المهندس عادل الكاي ما جاش واحد يملى المركز ده؟ الوحيد اللي قدم موسم كويس ولكن اتحارب من النادي الاهلي هو كان هيثم عرابي. فهل اسامه هلال يقدم لنا نسخه جديده من مدير التعاقدات قادر ان هو يسوق لعيبه جوه النادي الاهلي زي اشرف داري، زي جريشار، زي عمر كمال، زي ديانج، وقادر يجيب مهاجم افريقي ممتاز وقادر يجيب مدافع؟ ولا زي كل سنه مدير التعاقدات في النادي الاهلي هيكون ما بيقدمش اي جديد؟ ولكن عايزك تنزل تكتب لي رايك دلوقتي في الكومنتات حالا، شايف اداء مدير التعاقدات في النادي الاهلي لحد الان عامل ازاي؟